طلب من صاحبه يعالج مراته اللي كانت ممسوسة من الجن، فحطله منوم في الأكل وعمل معاها علاقة محرمة. وتبدأ الحكاية في قرية من قرى محافظة المنوفية اللي كانت بتعيش فيها سماح وعندها 30 سنة مع جوزها عنتر وعنده 34 سنة. واتجوزوا هما الاتنين بعد قصة حب ملتهبة شهد عليها كل أهل القرية. وكان في مشاكل كتير بس في الآخر قدروا يتجوزوا هما الاتنين وربنا رزقهم ب3 أولاد. وبعد فترة من الجواز بتبدأ سماح تمل من جوزها عنتر لأنها اكتشفت مؤخرا إن هو ما بيفهمش وما عندوش استيعاب وكان عنده بلاهة، في حين إنها كانت زي ما بيقولوا داهية من دواهي الزمن، وكانت محتاجة راجل ذكي جدا علشان يفهم احتياجاتها ويلبي رغباتها. واللي زود الطينة بلة إن عنتر أهمل العلاقة الزوجية بينه وبين مراته بسبب ضغط الشغل والمسؤولية الواقعة عليه، لأنه دايما بيسعى على أكل عيشه علشان يكفي بيته وأولاده ال3. وده خلى سماح عندها استعداد انها تخونه في اي وقت مع اي راجل يكون متاح قدامها، بس يكون ذكي وعارف يلبي لها احتياجاتها. في الفترة دي عنتر جوزها صاحب واحد اسمه مسعد، وده كان حكايته حكاية زي ما بيقولوا، كان بيشتغل في الدجل والاعمال. وبحكم شغلانة مسعد فكان راجل ذكي جدا وفي نفس الوقت خبيث، وممكن يستخدم ذكائه ده في الشر. وبحكم الصداقة اللي بقت بينهم بدأ عنتر يستقبل مسعد عنده في البيت، وكانت سماح بتشوفه مع جوزها دايما. وبحكم انها كانت انسانة ذكية قدرت تشوف في مسعد الانسان الذكي اللي يقدر يفهمها، وكان ناقص انها تعمل له اختبار بسيط وتشوفه عنده استعداد ان هو يخون جوزها معاها ولا لا. وبدأت تخرج بلبس مكشوف قدام عنتر لما كان بيزور جوزها وهي بتقدم له القهوة، وكانت كل ما بتجيلها الفرصة كانت بتخرج وتقعد معاهم لحد ما جه اليوم اللي دخل عنتر يتكلم فيه في التليفون في الأوضة، وبقى مسعد لوحده في الصالة. وهنا خرجت علشان تقدم له القهوة كالعادة، وبدأت تغويل لحد ما لمحت في عينيه إن السنارة غمزت وإنهم في أقرب فرصة هيقيموا علاقة محرمة مع بعض. وبعد ما مشي مسعد من عندهم في البيت بدأت سماح تفكر لحد ما جت في نص الليل وبدأت تصرخ بطريقة هستيرية في الصالة. ولما خرج عنتر عشان يعرف سبب صراخها ايه قالت له انها شافت جن لونه احمر عند باب الشقة. وكانت سماح بتمثل ببراعة لدرجة ان عنتر صدقها تماما وطلب منها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس سماح قررت ده اكتر من مرة، وكانت عارفة ان عاجلا ام اجلا عنتر مش هيلاقي غير صاحبه بتاع الاعمال مسعد عشان يحكيله ويستغيث بيه. وهنا تبدأ تجيب رجليه لشقتها وعن طريق جوزها كمان. وفعلا عنتر يروح لصاحبه مسعد علشان يستغيث بيه ويحضر ويكشف على سماح مراته اللي اول ما شافها وبص في عينيها عرف هي عايزة ايه، وفورا بلغ صاحبه عنتر ان مراته حصل لها مس من الجن وانه هيعالجها، بس العلاج هيحتاج لوقت طويل. وتبدأ جلسات العلاج من الجن اللي كان باطنها عبارة عن علاقة محرمة بين مرات عنتر وصاحبه مسعد. وبما ان عنتر كان محدود الذكاء فما كانش بيشك في صاحبه ولا بيشك في مراته. ومع الوقت بقى مسعد بيروح البيت عند سماح في عدم وجود جوزها بحجة جلسات العلاج، وكان بيقيموا العلاقة المحرمة مع بعض. وعلشان هما شياطين الإنس على الأرض ما استكفوش بكده كمان وعملوا علاقة في وجود جوزها. وفي المرة دي جه مسعد عشان جلسة العلاج كالمعتاد وكان معاه منوم. ولما سماح حطت الغدا كان اتفاقهم هما الاتنين انها هتلهي جوزها وتاخده اوضه النوم او المطبخ بأي حجة، ومسعد يحطله المنوم في الطبق بتاعه. وبالفعل حصل المتفق عليه وعملوا علاقة كاملة في وجود عنتر النايم جنبهم ومش دريان بأي حاجة. وسماح اتعلقت بمسعد والشيطان قدر يتملك عقلهم، وقرروا هما الاتنين يتخلصوا من عنتر علشان يبعدوه عن طريقهم خالص. وهنا سماح بدأت تحط العنتر المبيد الحشري على مدار أيام في الأكل علشان تجيله حالة تسمم ويموت على مراحل ومحدش يشك فيهم أبدا. وفعلا يبدأ يتعب عنتر ويقول لسماح انه حاسس بألم شديد في بطنه وبيفكر يروح يكشف عشان سماح تقنعه ان ده مجرد مغص ومش محتاج لكشف وهيروح لحاله. وبدأت سماح من يومها تزود الجرعة اكتر واكتر لحد ما في النهاية يصحى عنتر في يوم وهو بيصرخ من شدة الألم علشان اهله ياخدوه على المستشفى ويموت قبل ما يوصل هناك. وللأسف يرجع عنتر على البيت جثة هامدة لأن التشخيص الأولي قال إن الموت عادية ومفيش فيها شبهة جنائية. ويدفن عنتر وسط صدمة وانهيار من أهله، بس يلاحظوا إن سماح في حالة ثبات شديدة جدا وكأن اللي مات مش جوزها. وتبدأ شكوك أهل عنتر ناحية سماح اللي كانت قاعدة في العزاء بكل هدوء ولا كأن جوزها ميت، غير إنها كانت ماسكة موبايلها في إيديها بطريقة بتثير الشك وكأنها مخبية حاجة جواه. عشان يقرر حد من أهل عنتر إن هو يسهي سماح وياخد تليفونها ويفتشوا فيه. وكانت الصدمة والمفاجأة هنا لما لقوا بينها وبين مسعد رسائل مش كويسة،
واتفاق كمان على قتل جوزها عنتر. ومن هنا بتجري ام عنتر الست شربات اللي عندها 54 سنة، واللي كانت بتشتغل في مستشفى شبين الكوم الجامعي، لاسم الشرطة علشان تبلغ عن سماح وتتهمها انها هي اللي قتلت ابنها. ويتم فتح تحقيق في القضية، والنيابة بتؤمر باستخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي علشان يطلع التقرير بان عنتر مات مسموم والسبب المبيد الحشري. ويتم القبض على سماح ومسعد، وبيواجهوهم بكل الأدلة اللي عندهم، من ضمنها الرسائل اللي كانت على الموبايل بتاعها وتقرير الطب الشرعي. وطبعا في البداية كانوا بينفوا أي تهمة عنهم، وفي الآخر وبعد ضغط من الشرطة اعترفوا بكل شيء. ويتم إحالتهم لمحكمة الجنايات اللي بتحكم على سماح ومسعد بالإعدام، بس بعد شهور طويلة في المحاكم.